لما تكون جعان من الاشياء اللي تفكر فيها على طول رز بخاري، بس صار في اختيارات جدا كثيره، ومن الاختيارات هذه تحتار الصراحه، في المقمر والمشوي على الفحم واختراعات جدا كثيره. ففي الحلقه هذه هنزور توب 5 مطاعم بخاري في الوقت الحالي. يلا بينا. صراحة رحلة البحث كانت محيرة شوية، ولكن من أول الأماكن اللي اخترناها اليوم هو مكان غير مفهوم شوية، أخذوا من طريقة التقديم الشعبية المعروفة ونقلها لستاندرد جدا ممتاز. خلينا نكتشف. جينا المكان الأول اللي هو سياخ. طبعا سياخ من يوم ما فتح البراند اكتسب شهرة كبيرة جدا، وصراحة يستحق الشهرة لأنه بيقدم جودة وبيقدم سعر في نفس الوقت واستمتاع من جد. فدحين نقول بسم الله نبدأ بسياخ، وأنا أعتبر سياخ من المحلات اللي سوت ثورة في عالم دجاج الشواية الصراحة، فيستحق يكون معانا سياخ. ليتس جو. وصل الأكل. طبعا نوعين من الأرز، الأمريكي والبخاري العادي. أنا حاعتمد على كل المحلات اللي حنروحها الآن، حاعتمد لقمة واحدة، وهي اللقمة مخلوطة بالدجاج والرز والكشنة اللي على الرز، سواء كان في زبيب أو جزر اللي هو مع بصل كل شيء. أيوه كذا مع الدقس. أوكي يلا بسم الله نجرب. أول شيء صراحة الأرز لحاله، بجرب الأرز لحاله. والله طيب، وهذا الرز أطيب من الرز ده. الأمريكي رهيب. شيك على الدجاج. بسم الله. أجرب من الصدر. والله حارة يا ابو. ايه ما شاء الله. بسم الله. والله طيب صراحة عجبني. صدق الدجاج شوية حسيته ناشف صراحة. طبعا حقيقي مع الجلد ممتاز. ايه طبعا. يا اخي اول مرة احط الليمون على كذا زيت. صراحة عجبني بالليمون. باقي بصلاية. لا حطيت بصلينا، شوية من الزبيب والجزر. حلو. بسم الله. اسمع يا اخي صراحة حسيته تحسن. صح؟ والله انا حاسس انه تحسن الصراحة. ما شاء الله. اللقمة الرهيبة دي. بجرب الرز الامريكي. جرب دقت الرز الامريكي لحاله البسمتي. هذا بسمتي ولا؟ هذا اتوقع بسمتي اللي عندك. المهم جربت الرز لحاله، فالرز ده عجبني الصراحه اكثر. فاهم؟ خلينا نسوي له لقمه مخصصه. ترى تقدر تاكل فخذ يا برو، ليه ما تاكل فخذ؟ عشان سايبه الشريف. بشكل عام إيه؟ الامريكي اقوى بالنسبه لي الى الان. لا بس شوف الصدر شويه دراي. شويه ناشف شويه. ايوه بس مع الطحين وهذه الاشياء يصير مره لذيذ بكل امانه، يعني كتجربه اوفر اول ممتاز. والله الرز الامريكي اطعم. ايوه الرز الامريكي انا اقول لك غليم. اسمع التجربه اوفر اول ممتعه، ما حنحكم على ما حنحكم، بس نقدر نقول انه طعم وانه تجربه ممتعه وطعم. ايوه صراحه التجربه ممتعه، وفي صوص مميز. هذا الصوص سبايسي شويه حار. يا امير سمبل. ايوه سمبل. شوف كيف شكله. اتوقع ان هذا فيه له انشوفي، والله احس. السمكه؟ ايوه عشان كذا طعم. يحطوا فيه جمبري. يا جمبري يا انشوفي اللي بصراحة يا جماعة ليه ماني قاعد اكل؟ ايوه رحلة ال90 يوم والله لازم اكون مجتهد فيها. لا اسمع لسه قبل يومين شافك قاعد تاكل بروست. لا اصبر. هذه كانت خلاص يعني بعد ما خبصت ثاني والله. ايوه بس الاسبوعين هذه اكلي كان نظيف، يعني ممكن مثلا اكل من برا بس اخذ شيء مشوي بدل المقلي. بس دحين لا خلاص هذا مشوي. صرت حاسب اللي هو اروح مطعم دايت ابى اكل، اروح مطعم دايت، اروح مطاعم دايت بدل ما اني اكل مثلا ساندويتش مشوي من مطعم ما هو دايت. فهمت علي؟ خياراتك كلها تكون مطاعم دايت. ايوه اوكي يعني صرت امسك خلاص. انا احس انه احنا جاهزين ننتقل لمكان. يلا خلينا شغالين واحد ورا الثاني. واحد ورا الثاني. اوكي بسم الله.
اوكي المهم يا اخوان وصلنا للجمار، واحد من الاماكن المميزه الصراحه. انا شخصيا على الصعيد الشخصي اني احبه، ولكن ما ندري كيف مستواه بالمقارنه من الاماكن الاخرى، ما نعرف. خلينا نجرب. ليتس جو. المميز انه يطبخ بطريقه طبخ مختلفه مميزه، ما قد شفتها الصراحه الا عندهم، يمكن عندهم براءه اختراع اتوقع. يطبخ على الجمر، مو ايوه الشوايه حقته على الفحم، ما يحطوا غاز، فهمتوا كيف؟ ففيها نكهه كده مختلفه، ان شاء الله نقدر نصورها. المهم يا اخوان الصوصات اللي هنا عندكم الطحينه وهذا اللبن مع الخيار، وهذا صوص اللذاع اللي هو الصوص السبايسي يعتبر، وبعدين في الدقوس، وفي هنا بصل مقلي. هذه اضافه الصراحه اول مره اشوفها في المحلات اللي هي زي كذا، تحطوا زي كذا. صراحه البصل المقلي يعني من احلى الاضافات اللي انا جربتها مع الدجاج شوايه. والبصل يجي برا مو في نفس البصل العادي اقصد. ايوه البصل العادي خارجه طبعا. سوري. طبعا هذه هي الدجاج شوايه، هذه الصراحه ما طلبناها، هم اعطونا هي هديه، بس هذه كمان لذيذه، بس احنا حنقيم على هذه. اوكي وي شوف شيك على الصدر. اوكي بسم الله. بسم الله. بسم الله. ايوه جاهز عشان ايوه، بس اسمع في صوت قرمشه، في حاسس؟ اسمع. ايوه هذه هي اللقمه اللي قلنا حنسويها في كل مكان. ايوه اسمه اللذاع. هذا اسمه اللذاع، نحط عليه برضو بس حار ترى. ها ايوه خلاص. بسم الله نجرب بالرز ده. بسم الله. حطيت البصل مقرمش. بسم الله. والله طعم مختلف ترى. صح؟ لا يحتاج ل لقمه. في هذه زي البهارات موجوده في نفس الدجاجه هذه، برضو طعمها مره لذيذ. بس اسمع كيف تتبيله الارز الاحمر؟ ما هي افضل شيء الصراحه. ما عجبتك اكثر شيء؟ الرز لا الاحمر ذاك اكثر عجبك؟ ايوه هذا امريكي صح؟ ايوه نفس الفكره، حبه كده مدببه تيجي. ايوه اجرب مع الرز الابيض الصراحه. اسمع انا قلت له جيب بصل زياده. تتبيله جيده مقرمشه، نفس الاضافات اللي حوالين الارز كمان جيده. انا مستمتع بكل امانه. هذا بصلايه والله انا حسيت يا اخي الامريكي هذا ألذ يعني الصراحه. والله قاعد تلسوع ترى من الحراره. حطيت من ذاك كثير هذا؟ اللقمه اللي فاتت. هذا حار انتبه، اسمه لذاع من اسمه يعني يلذع. شوف هذه كيف، شايف؟ والله دايبه حرفيا دايبه. والله انه ممتاز ترى. ايوه وفي له قرمشه رهيبه. ايوه هذه القرمشه اللي اتوقع بسبب الطبخ حقهم، عشان كده تلاقوا في قرمشه غريبه كده موجوده عندهم. بس انا بحط بالليمون اجرب. بس احس الرز ممكن يرفع مستواه. رايي الشخصي. أوكي. البصل المقلي صراحه مدي واد نكهه مره قويه ترى. والصدر هنا مره طري صراحه، ما هو دراي الصدر. لاحظت انه طري. لايك لكل محل يحط لبن القريه، لانه لبن القريه من الاشياء اللذيذه مره. انصحكم تسووا هذه الحركه، تعطيها شويه لذاع، تعطيها شويه بصل. ايوه كذا، ايوه تشيل كل شيء بالعافيه. اخوي في اشياء ما تتصور. Check, yeah. Don't ask me why again, we tried again and didn't feel the same. The plans was up the diagram. Winter overseas, I got some bags that need acquiring. We used to get cash to check. يا جماعه احنا وصلنا الى فروخ، ومعنى كلمه فروخ هو الدجاجه الصغيرة. هي الدجاجه الصغيره اسمها فرخ، اسمها فروخ. ايوه سمعت يا طبعا المحلات اللي
مع ترندات محلات الشواي الجديدة بالطريقة الجديدة الغير تقليدية. طبعا عندنا واحد من أكبر البراندات اللي فتح فروخ. ندخل نشوف يا جماعة الخير إن شاء الله. بالنسبة للصوصات في عندكم هذا شكله حار، هذا أيوه. الدقوس، اللبن والطحين، وفي تومية وفي صوص فروخ. هذا صوص فروخ وفي تومية، ويجي مع الطلب جرجير وليمون وبصل. نزل لنا جرجير. أبشر. بس أنا تومية هذه جديدة علي الصراحة. عشان البطاطس. هذا ثوم؟ اي والله طعم. واحد فيهم هذا. والله ثوم طيب. شوف هذا الصوص ده. يعني شوف كده، يعني من جد شوية تغيير عن البخاري، تغيير. يعني اسمع تاكل لقمة رز ودجاج بعدين ترجع كذا صوص تفصل. ايه دجاجة. حارة واضح. سبايسي. حديها تجربة سريعة اوكي؟ انت على طول دخلت في التجارة. اي والله بسم الله. جرب لقمة دجاج مع الأرز. بسم الله. نكهة عربية أكثر صراحة. جرب يا مرمر. الحين أجرب. نوات حرارة. هنا طعم لومي أكثر ترى في الأرز. نسوي اللقمة حقتنا واللبن الدقس يا حبيبي. ضبطتك. كفو عليك. كفو. بعدين نحط بصل كمان. ويلا ما دام في جرجير يا عمي نحط جرجير. يلا معاك. السؤال هذه الحين اللقمة كيف حتخش في فمي؟ يا واد كبيرة صح. يا ابوي يخش باليد. كل أماكن أمير أكل بيده. جاء عند فروخ. بسم الله. تقولي في نكهة عربية ها؟ والله حسيت بها. صح؟ يعني في طعم. تعرفوا الكبسة؟ تدوق كبسة كده. والله الدجاجة ترى والله فيها بهارات إضافية. طرية والله. وطرية. بس ما في الكرست زي المحلات اللي قبلها. كرست أقل والله. حتى الصدر هنا طري الصراحة. الحين تاكل. لا الأسمع طيب. طبعا لا يكل المكان عنده لبن القرية. يعني يفهم. شوف لبن القرية في المطعم معناته يفهم. كيف عجبك؟ والله يا برو يعني حكذب عليك لو قلت لك. شوف اللومي قاعد أقول لك. انت قاعد تقول في طعم لومي في الموضوع. فون طلع. حكذب عليك لو قلت لك ما عجبني، وحكذب عليك لو قلت لك جمار ما عجبني، وحكذب عليك لو قلت لك سياخ ما عجبني الصراحة يعني. كلهم عجبوك. اجواء. كل واحد له احس جو مختلف. طبعا شوف لا يكل الحركة هذه صراحة. مو كل أحد عنده كذا. اوف. ساتر. عندهم انت كيف؟ حار انتو؟ ولا ملح؟ السمبوسة مرة طعمة مرة. الدجاج طلع الحطب. في الحطب؟ اي في حطب. اوكي. اشياء جانبيه. اي هذه يا عبد الرحمن المفروض ترى ما تدخلها. احسها كلها تأثر على قوة التجربة. وليمون. صراحة تجربة أسطورية. ممتازة. ممتع لذيذ. طريقة تقديم مميزة. ايوه. بس كل الناس يلفوها بوكشة. صراحة كان نفسي تكون حقتنا بوكشة. جات مطبق يا أخي. طب هي نفس الفكرة بس اللهم بوكشة لما ياخذها تيك أواي. اوكي. نروح اللي بعده. تجربة ممتعة. منافسة بتشد. نروح المكان اللي بعده. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it index. الله وبركاته. زي ما انتم شايفين احنا اليوم متواجدين امام محل اسمه مبخر
هو من اجدد المحلات اللي تقدم الدجاج الشوايه في مدينه جده. طبعا اللي يتميزوا فيه انه هو بيقدم الدجاج على الحطب. طبعا شفنا اكثر من فيديو وكثير ناس قاعده تمدح المحل انه يدي نكهه مميزه واوريجينال للدجاجه. فنقول بسم الله ونجرب وخليكم معانا نقدم لكم افضل الموجود ان شاء الله. المهم يا اخوان في هنا 3 انواع رز، والمميز انهم يقصوا الدجاجه بالنص يحطوا فيها هذه البطاطس بيبي بوتيتوز. بيبي بوتيتوز، شايفين كيف شكلها؟ عندهم الارز البخاري، الارز الامريكي الاحمر، وهذا ارز ابيض بس تذوقوا طعمه مندي. ايوه امان. ايش هذا من عندهم ولا هم جايبينه؟ ماني عارف. في طعم حطب. ايوه ايش ده؟ في طعم مدخن صح؟ ايوه. هذا ما فيه رز البخاري. هذا رز بخاري عادي. والله جيد. بس الرز الامريكي ده فيه طعم. الجزر اللي فيه طعم. هذا مبخر يا اخي. هذا مبخر. ايوه مبخر بالحطب. طيب يلا نشوف كيف الدجاج. اوه والله بسم الله. تدميره شايف. خش يا مرمر. يلا بسم الله. يا لطيف. بسم الله. اجرب يلا. والله حطنا على البخاري. انت اللي بتجرب الدجاج صح؟ ناشفه؟ ايوه شويه دراي. يلا بسم الله خلينا نجرب. يلا بسم الله. يجي معاه سلطه هذا؟ انا قلت له اديني كل الاشياء اللي عندك. انا صرت اعتمد الليمون، ما ادري عجبني فقلت اثبته في كل المطاعم. انا لما احط ليمون كل شيء يخرج ما عدا العصاره، عارف؟ بس البزر يخرج ما عدا العصاره، هي الوحيده اللي ما تخرج. بسم الله. قول. طيب بس اسمع صراحه ايوه يعني كنكهات رز احسه طيب، بس نفس الدجاجه ما حسيت انه في تتبيله داخله من جوا. صح. كل النكهه في الجلد، بس من جوه الدجاجه في العمق ما في. صح. طعم دجاج عادي يعني كأنه دجاج. صح كلامك 100%. صح؟ فهمت قصدك. ايوه النكهه كلها في الجلد. تتبيله الدجاج نفسها عباره عن اثنين احس. لطيفه والله. لطيفه بوتيتو. طيب شكلها جيد اصلا من شكله. اقسم بالله هذا اطعم سمبوسه الان. شفت التقييم سمبوسات، هذا اطعم سمبوسه بعده فروخ. نروح المكان اللي بعده شو ما يشبكم. Swing's been an OG like Ananobi. Y'all fake views, fake likes, and fake spammed emojis. These A&Rs sound the same, but now they can't control me. You see me mobbing outside, you just can't approach me, or you'll be finished grossly. My little spirit girl with crystals trying to stick and poke me, but I just stick. هذا والله تيجي نفرش. ترى والله ترى خلقك بدأت توصل فين؟ شارع حراء. ايوه شارع حراء. ايه النص بالنص يا ابوي. طيبين. طب اسمع شوف دحين هنا في 3 انواع رز مختلفه. رز الامريكي، رز البخاري. شوف شعرتك والله شعرتك شيلها. لا تبكي لا تبكي. طيب وعندكم الرز البرياني. هنا في 3. البرياني عندهم هنا هذا شيء مميز. برياني صراحه فعلا مره مميز. عندكم الدجاج العادي، هذا الدجاج اللي انا جالس اقول لكم عليه. شوفوا ما في عظم، نو بونز ما في، ديب تاكل على طول. وشيء ثاني كمان في ايش انه سبايسي حلو. الصوصات عندكم هذا الدقوس SOS، هذا حار شويه. هذا بصل مع مخلل كذا مع اختراع المحل. أيوه. لذيذ. وبعدين عندكم هذه طحينه، لبن القرية، لبن القرية، سمبوسه. جاهزين؟ بسم الله. نبدأ ابتدي نجرب. خش على الصدر انا. شوف طالع، شوف كيف التتبيلة داخلة لين جوا. هذا شيء ملفت الصراحة.
انت في اي رز تبغى تاكل؟ حجرب تشكيل. تشكيل؟ ايه بسم الله. اسمع الدجاج مرة طري، حرفيا طري جدا. كمان التتبيلة طيبة لذيذة. ايش تقول لي طري ها؟ ايه والله. اجرب كذا الصراحة. طيب والله. نسوي انا تشكيل. اديني الدقس، هذا الدقس. ايوه في بس كمان اس او اس طيب الصراحة. هو دقس نفس الشيء اسمه؟ لا الاس او اس شيء كذا. ايه نفس المطعم الاول تحسوه كذا في له سنبلة. نحط عليها بصل، صارت كده اللقمة متكاملة. اسمع هذا ده ايش هم؟ ده صراحة هذا المحل الوحيد اللي عنده اكثر من نوع من الشوارع. ايوه صراحة. سياخ كان عندهم مقلي وعادي. صح بس احنا اخذنا العادي. لانه هذا كله عادي ترى، ما ولا واحد فيهم مقلي ده، بس انه ده سبايسي صح؟ هو ما في له عظم ده. ايوه العظم الوحيد في الجناح. شوفوا كيف لون الدجاج. هذا لون الحراق. ايوه لون الدجاج كذا بسبب السبايس. ابوي انا نحط فيها هنا امورنا، بابا غنوجنا، بصلنا. بسم الله. بصلجي. بسم الله. صراحة مستوى قوي صراحة. هذا مكان مرة مميز. المنافسة صعب والله. ترى والله يعني ممكن في محل واحد بس خلاص ما حقول شيء، اللي يعتبر ضعيف شوية، اللي يستبعده من المنافسة يعني. صح. حط لي. شوفوا اي احد يحط لبن الخلية مع الرز والله معلم ويفهم. يا برو احنا جايين من 4 محلات شوايه ودمك رز. انت مستوعب؟ اي والله. وبناكل رز دجاج في كل مكان. المفروض ما لنا مستطعمين اصلا. مختار مره طيب صراحة فعليا. يعني المفروض كان نحط داشخ من الاوائل. ما في واحد قال لك ايه شوايه الخليج في الحمدانيه نروح اول شيء رحنا طلع مقفول. الله يسامحه. الله يسامحك. بس اسمع شوف كم تتبيله. اي والله داخله جوا يعني متغلغله. بسم الله. طيب والله الحمد لله. كذا نقدر نروح التقييم. كل واحد جاهز تقييم. انا احس نريح ساعتين بعدين نقيم. جاهز ان شاء الله. جاهزين؟ يلا نشيل السفرة ونرجع لهم. تقييم في السياره ومعنا كريم. ما في كريب وما في سيارة. هو ايس كريم، معنا ايس كريم في السياره. السيارة ما زبد ينفع. معنا ما- شيء. آيس كريم في السيارة. ايس كريم في السيارة. يلا تعال. علي صوتي كذا مو كويس. ابوي قاعد اتكلم على المايك. الان يا اخوان احنا خلصنا قاعدين نحلي حلي صحي. بعد الدجاج والبخاري ده كله ايوه حلا صحي. حلي صحي. ليش؟ عشان ليش لا؟ توب 3 محلات صح؟ من رقم 3 2 1. اوكي؟ افتح هواية اكتب المحل اللي تبغاه ولف بالعرض. ما يقلب بالعرض. الا اقلب. سناب شات. اكتب في سناب شات صور صورة سوداء. والله انك صادق هذا. سامحني. جوجل ترانزليت لا تسالني ليش. عشان جربت حركه فيه اول فيسبوك. وانت زي ربنا معاه فاهم. طيب يلا خلاص. وقاعد يقول لي جوجل ترانزليت. يلا جاهز اهو. يلا جاهز؟ هي المركز الثالث. المركز الثالث 3 2 1 جو. اي الجمار صبور. شنو؟ تعال والله. انا حطيت يا اخوان المهم انا حطيت يا اخوان فروخ. وانا حطيت الجمار. انا حطيت فروخ لانه ترى الثالث والثاني والاول كله ايدنتيكال تقريبا. إيه. والله كلهم ترى كلهم محلات مستويات قويه. عبد صح. الرحمن اللي رحناها إيه. صراحه طيبه. كلهم لذيذين يعني الصراحه.
الثلاثة الأوائل مستوى مرة قوي. الدجاج ممتاز، تتبيلته طيبة، الأرز ممتاز، الأشياء اللي حوالين الدجاج زي المنتو والسمبوس كلها رهيبة الصراحة، ممتاز. يعني تجربة ممتعة وأعيدها بكل أمانة، تجربة ممتازة، عشان كده حطيته في المركز الثالث. انا بالنسبه لي والله الجمار ترى كان فيه تقميره الدجاجه ممتازه. الاضافات اللي عندهم اللي هو كانوا متميزين ما شفتها في ولا مكان ثاني، وهو البصل المقلي اللي ينحط فوق الدجاج كان مره رهيب. تجربه من جد ممتعه ومنافسه صعبه. اللي بعده نروح المركز الثاني. هنكتب جاهز؟ يلا 3 2 1. انا عندي سياخ، انت ايش مكتوب؟ شواوجي. شواوجي. طيب انا اخترت شواوجي يا اخوان لانه الصراحه مره لذيذ جدا، ممتع فوق الخيال، عنده اشياء كثير مميزه، دجاج طري طري طري. الاشياء اللي الصوصات اللي حوالين نفس الدجاجه كمان مره ممتازه، بصلجي، الاشياء التجربه كلها اوفر حلوه. والشيء المميز اللي عندهم انه دجاج مخلي زائد انه سبايسي، عشان كذا يستاهل المركز الثاني وبجدارة. وانا متوقع لهذا البراند مستقبل باهر جدا جدا. يعني هذا البراند لو راح الرياض والله حيبهدل السوق. صح والله ممتاز. طيب انا بالنسبه لي والله السياخ اخذ المركز الثاني. اول شيء عبد الرحمن لازم نكون واضحين وصريحين في الكلام اللي احنا قاعدين نقوله. سياخ سوى ثوره في الدجاج المشويه كمفهوم وككونسبت، من صح. محلات البخاري اللي هي انتم تلاقوها جنب محلات الفول لاصقه فيها، الى لا محل له براند معين، له براندنج، لوجو، له تصاميم، النكهات طورها مقدمها بطريقه مختلفه. هذا الشيء لازم يحسب له هي سياخ الصراحه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اطعم رز اكلت بالنسبه لي انا اكلته اليوم كامل كان الصراحه عند سياخ. ولكن النقطه السلبيه الوحيده اللي هي عند سياخ انا اعتبرها حقيقه اللي هي عدم التنوع في المنيو. يعني سايد اوردرز ما في غير إدام بطاطس، ما باكل إدام بطاطس، اديني شيء ثاني غير إدام بطاطس. ما في ملوخيه، إدام بطاطس فقط، بس إدام بطاطس. ايوه ولا سموسه يعني. فبس هذا هو من جد الكومنت الوحيد. الرز كان من جد متعه مع السمبل اللي عندهم مع الدقوس، والصراحه تجربه بالنسبه لي كانت من جد مره ممتعه. المركز الاول بالنسبه لي انا عارف امير ايش حيحط. المركز الاول وانا عارف عبد الرحمن ايش حيحط. المركز الاول 3 2 1. انا بالنسبه لي شواوجي المركز الاول حقيقه. وانا بالنسبه لي المركز الاول الجمار الصراحه. تفضل. طيب انا اخترت الجمار يا جماعه لانه في تتبيله وقرمشه في الدجاج ممتعه فوق الخيال. هذا يعني صراحه اميز شيء جربته، طريقه طبخه مره مختلفه. امير يعني ممكن يركز على الارز، انا مره اكلي خفيف في الارز يعني. ولا لا تحسبني انا اللي اسوي جبل وخندق في الرز. يعني انا ما بركز مره في الارز الصراحه، بس انا بتكلم كتجربه اوفر مره ممتاز. الشيء الثاني اطعم ملوخيه يا اخوان، يعني ملوخيه صراحه واو عندهم ملوخيه مستواها ولا اني في محل مصري والله الصراحه. ورب الكعبه مستوى الملوخيه عندهم لونها اخضر وفيها مطه ما هي طبيعيه. بس قاعدين نتكلم عن الشوايه. ايوه بس يا امير انت عارف انه يعني طبق ملوخيه عندهم طبق جانبي بالقوه هذه مره قوي ما شاء الله تبارك الله. يعني اي احد ترى يروح جمار جرب الملوخيه حتلاقي ليفل يعني صعب ينافس المطاعم المصريه يعني ما شاء الله. المهم الشيء الثاني البصل المقلي. ايش الفكره العبقريه هذه؟ فكره رهيبه الصراحه. فانا بالنسبه لي تجربه اوفر تجربه ممتعه. مكان مره قوي جاي من الجنوب ما شاء الله، يعني ترند في الجنوب، من المطاعم المفضله. انا بالنسبه لي حطيته المركز الاول، يستاهل وشكرا. اوكي بالنسبه لي والله شواوجي يا برو. انت تدخل تقعد عند الكاشير وتضيع الصراحه. تبغى دجاج شوايه عادي، ولا تبغى دجاج شوايه حراق، ولا تبغى دجاج شوايه عادي بس مخلي، ولا تبغى دجاج شوايه حراق بس مخلي. يا ابوي من جد تقعد تضيع ترى في الخيارات الموجوده، غير الادامات اللي موجوده عندهم. ترى احنا ما طلعنا ادامات لما رحنا شواوجي، بس عندهم ادامات، عندهم سمبوسه، عندهم كريم كراميل مره طعمه. السجودانا برضو لذيذ الصراحه. البصليه اللي عندهم اسمها بصليه او بصلجي
اللي يحطوها، هي خلطه تتحط فوق الدقس مع الرز ومع الدجاج. الصراحه وهذا اول محل اشوف عنده الدجاج الشوايه نفسه سبايسي حرك. بالنسبه لي يرضي كل رغباتي يعني، فاهم؟ فانا بالنسبه لي شاورما رقم واحد. اغلب الاماكن صراحه مستواها قريب من بعض، قريبين والله مره. ايوه الصراحه. بس هذه التجربه حقتنا، تجربه ممتعه جميله، ان شاء الله يا رب انها تكون عجبتكم. واذا عجبتكم لا تنسوا تسووا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات يا جماعه الخير. مرحبا. بنفكر ما نصير ننزل اسبوعيا ترى. ايه بقول لهم انه بنفكر احنا انه ما نصير ننزل كل اسبوع. ايوه يا اخوان، صراحه بيننا وبينكم يعني بيننا وبينكم بنفكر نرفع جوده المحتوى، بس انه يكون حلقه كل اسبوعين ممكن، يعني سبت لا سبت يعني لا تسبسبونا، بس يعني اكتب في الكومنتات لانه شريف يقول ماني قادر كمان. ايش تبغى كذاب هذا الشيء لم يحصل. يقول يقدر يصير موجود اكثر والله. الفكره هذه هم فكروا فيها بدون ما يقولوا لي، يا عمي قرروها. ايش هي؟ انت عندك مايك حطه فوق. امزح خلاص. والله عظيم لما جبنا الفكره اليوم في المكتب شركه، انا من اول اقول لكم نطلع بمحتوى عاري بس كل اسبوعين حلقه. صراحه ايوه بس برضو الجمهور يعني يقول لنا صح ولا لا؟ يعني انتوا حاسين انتوا احنا قلنا لكم عشان تشاركونا أيوه. ايش تشعروا الصراحه، يعني قولوا لنا. يعني انتوا اذا حاسين ان احنا ممكن نقدم لكم، يعني احنا نقدر نقدم لكم محتوى افضل على مدار يبغى شوف كل اسبوعين، كل يوم حلقه، كل يوم جليت والله ريان جليت. طيب يلا جيب كرفان ونطلع نلف. ليه لازم نفس الفكره اللي هي صارت لازم نسوي زيها. طيب ليه ما ايش نسوي؟ تكون اوريجينال شويه؟ طيب نكون اوريجينال. عيب مو لازم نجيب كرفات، جيب ديفندر حقك. نقدر نجيب ديفندر عند واحد من الشباب عنده لا نحط فوق. ترى تبوا يعني نسوي لكم مثلا فجأة سلسلة فلوج كل يوم. يا لا احنا قاعدين نفضفض لهم وانت قلت لهم نبغى كل يوم فلوج. بعدين نقفل الفيديو. شباب والله ترى ما صعبه يعني. لا نقدر نسوي فلوج كل يوم، تحدي، هذا تشالنج، تحدي يفرق عن الالتزام. انت تنزل بالدايت حقك. طيب الشباب بدأوا يطقطقوا علي، بس حاب اقول لكم ان شاء الله مستوى الحلقات هيرتفع، يكون في تحديات طبخ، تحديات كثيره ان شاء الله، بالذات في المكتب الجديد اول ما يخلص، فنبغاكم تدعمونا. واحد من الشباب قال لنا، ايوه واحد من الشباب قال ان الحلقه جايه، واحد من الشباب قال لنا الحلقه جايه نطلع بحر وصيد وطبخ. الله يستر عليه. ايوه الله يستر في واحد عليه. من الشباب قال لنا نطلع المدينه بس قبل رمضان باسبوع عشان تكون اول حلقه في رمضان. ايه كله نطلع المدينه. ايش فيه؟ ايش فيه؟ رمضان ننزل محتوى رمضاني، ما ننزل محتوى انت من الصباح ربك تقعد تسبسب يا ولد. الناس تعجب في رمضان فاطر قبله انت ركز شوي. خالد انت ايه رايك في الموضوع؟ لو تبايلت ايه رايك في الموضوع؟ انا رايي ان شاء الله نشد حيلنا وهنسوي محتوى باذن الله. باذن الله يا جماعه نعدكم بمحتوى يليق بكم، وسوف نرفع المحتوى والجوده وكل شيء باذن الله، وحلقه كل اسبوعين، مده الحلقه ساعه. ايش؟ ما قررنا نقرر قرارات يعني. انا حاسسهم موافقوا والله. لا طيب لسه قاعد. كم معاكم الحوت. ايش تبغى انت؟ ليه تقرب المايك؟ كم معاكم؟ يا عم المايك هنا، اذا ما كان هنا ما هيسمع الصوت. انت معامله كأنه ميكروفون. انا معامله كذا يعني هذا البعد. كم معاكم الحوت؟ كان معاكم شيفو وليونكو امير والحوت عبد الرحمن من قناة عبد الرحمن. ارفع وش ارفع علومك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش عليتني يعني تشوفوا وتسمعوا. كيف ضحك الناس اللي جنبنا علينا. هذه ساعة الصور اهم شيء. احنا ليه بنسوي يوتيوب عشان نوصل. الحمد لله الحمد لله. يعطيكم العافية يا جماعة. لا تنسونا الديسلايك.
دحين انا طيب باين محروق ولا لا؟ لا عادي، ممكن تلف شويه كده. اوكي الف شويه تك هنا. أوكي. عادي لو كسرت الكيبورد. لا تكي صلاة ربك والله كيبوردك ثقيل. ايش فيه يا عمي ما شاء الله. لا تكي. مالك تكي 70% من وزني. لا والله 70. هو خايف. ما هو 70% هي ما شاء الله 30 40. طب دحين المهم بسرعه. طيب انت اتصلت علي. شوف مين ارسل لي دعوه. اوريك. وريني مين. ابو عمر. اوه المطعم. تقراشي حيفتح يوم 6 فبراير. يعزمني. اوكي ممكن اصور. تبغى نروح نصور؟ ايوه ما عندي مشكله. قدام اسمع يا طويل. دحين انت اتصلت علي. ايه ايش قلنا؟ قلنا حنصور ان شاء الله. حنصور ان شاء الله حلقه. عبد الرحمن عندك شيء؟ لا. الساعه 1 قلت له تكون فاضي؟ قال لي ايوه. وانت صح؟ ايوه. طيب يلا روح مكتب. عنده شيء دحين؟ روح مكتب اكتشف. والله من جد. يلا. يا عيال بس دحين خلاص عارفين انتم من العنوان ايش عنوان الحلقه. ايوه خلاص اصلا كذا الحلقه بدات وكذا، بس هذه يعني في الحلقه يعني. ايوه طيب يعني نروح لعبد الرحمن. أيوة. نروح للحوت. خذ المايك اليوم. تعال انت جوالي الثاني. تبغى نجيب الطفايه نفكها في وجهه؟ في طفايات هناك كثير. تعال بس استنى، سوى دولاب جديد. شفت اللبس يومين نصور. بالضبط. انت ما شفت الشاشه وهي ما تتحط. انا اصلا هو قاعد يحط الشاشه كيف حتتركب؟ طب. ويبي يركب اللوحه ما في مكان للوحه. شوف هذه جلسه ايش مونتاج. صح. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ سلام. ايش اخبارك؟ كويس؟ تمام. ايش هذا بخشيش؟ قاعد. المهم يلا هنبدا الحلقه الحين. يلا دقيقه ايش نمشي الشاشه؟ ايه ايش ما؟ انتوا ما وزنتوها شكلكم. ما اخذتوا مقاسات ولا ليش؟ لا هي كده انا ابغاها بزاويه مستقيمه. ليش نتفرج؟ لا عشان اقصد اخذتوا مساحه كبيره من الدولاب يعني. كان عادي، ممكن ممكن تحط تقول شيء ما زي- جت في الحسبان. ولا اللوحه انت لك 3 ايام تقول حعلقها فين؟ لا حعلقها هنا. فين؟ لانك انت اول صورت الدولاب قلت حعلقها هنا. صح؟ برتيالي. هو كل شيء تغير بعد ما التصميم انتهى صح والتركيب انتهى. بس والله حلوه الاضاءات. حبيبي شكرا لك. إيه. شكرا. صراحة. شو إيه، وريته؟ كده والله اتكلم. قول جميل. الاشياء اللي تعجبك. والله شوفوا مو تنمر بس. هو يا ولد والله يحمد ربه انه هذه كفت. كان باقي سنتي واحد. انا اصلا وزنتها عليه. ما تكفي. حلو والله. حبيبي ايش في هنا جوا هذه؟ جيم بوي. شكله فاضي شكله. لا لك جوال جيم بوي. جيم بوي؟ ايوه ولا ما نلعب فيه؟ العب فيه عادي. مخبيه؟ اديه ابوي حرام عليك خالد لما نجي. ما شاء الله. ليه حاط شوكولاته؟ هذه مش شهادة شكر. باقي بس تحط حق التفوق حق الجامعة جنبه. قاعد طقطق ولا ايش؟ سوى نفسه انه النيس. ايوه ها؟ عندك اشياء تفوق في الجامعة؟ لا ما عندي. عندك ميداليات. يسلم عليك الدكتور. دكتورك يسلم عليك. امير شغلت المايك؟ ايوه. اوكي تست. اوكي يا اخوان تحديث للمكتب حقنا. ليتس جو. ما شاء الله بدأت الدنيا تنضف اكثر. احنا في المراحل الاخيره. شوف قاعدين بس يظبطوا الارض. اوكي تعال اكسكيوز مي. هنا المطبخ حلو. هناك امير. هذا المطبخ هو نفسه القديم بس حيصير عليه تحديثات لسه ما خلصت. يعني اليوم التحديثات حتصير حيختلف شكله مره. امير قاعد يكشف على القفص ليه؟ ايوه ما ادري بيشيك يشوف مساحته طيبه ترى. يعني لو حبسنا جرب ادخل. ايوه يعني يمدينا نحبس أدخل. كم احد مو شخص واحد. ادخل جو. اوه والله كيف يعني مثلا حاول تطلع. حاول تطلع. شوف بدون قفل. طب بعد والله جرب يلا. حاول تخبط بيدك هو شوف. فك كده حرك. ايوه حاول من جد اخبط يعني. اخبط يا ابوي اخبط كذا خلينا نشوف كيف ثبات البر. هو ثابت هو. تعال المطبخ الثاني احلى والله. تعال شوف. نروح للمكان اللي بعده. شوف هذا اللي له اسبوعين يقول هذا المكان وبعدين ما ادري ايش يقول. طيب هذا المكان هنا هو الميتنج روم بس ما حنشيل هذا الا في النهايه. هنا المكان هذا شوف تو ايلاند. في تو ايلاند خلاص. هنا علشان لو صارت مسابقه طبخ في واحد يقدر يشتغل هنا وواحد يشتغل هنا. وهذه المسابقه تصير قريبا. هذه تتحرك؟ ايوه تتحرك والله من جد؟ والله شوف حرك. ممتازه والله ما شاء شفت قايل لك. هذه بالغاز.
ايوه بالغاز. خلاص انابيب الوضع يصير. انبوبه صغيره يعني تنحط جوه الستيشن من جوا. ايوه يعني حتكون هنا يعني غاز اللي هو خليني اقول لك السريع مره، مو البيوت هذيك الانابيب، غاز سريع اشياء حق التصوير. صح. هذا شوف كيف صار لونه ابيض. 7 أيام نقدر نصور حلقه جايه هنا باذن الله. وطبعا هنا هذا المكان ايوه هذا هنا القسم طبعا قسم الخضروات والحلقه مقفل الان يا ود وانت طبعا هذا باب حقيقي يا جماعه. كيف اخش؟ ده نوريك بالعرض. ايوه كيمو حجم صغير كمان. بس انا فعلا احطه عشان كذا والله. ايوه واليوم والله ما شاء الله تجربه جديده مع شريف في السياره. طبعا اخيرا طبعا من اغلى الاشياء في حياه شريف السياره، لا احد يركبها. انت شوف كيف دحين بدا يمسك زي كذا. هذا زعلان ترى والله انه متوتر عشان اول ما امير ركب كل اصوات الديكورات طلعت. يا ابوي ايش بك انت؟ ترى بني ادم ركب يحسسني كانه جنبك. أيوه. ركب جنبك. ايش بك يا شريف؟ لا تكبر الموضوع. لا عادي المهم ما شاء الله كانوا باقي طيب. ها ايوه قاعد تسوي كذا جامده هذه والله جيده ما شاء الله. غسلها والله يا ابوي ايش بك انت؟ جيت امسك مسكت يدي ليش؟ شوف والله عنده شواحن هنا حلوه والله. هذه التيشيرت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك. لازم اسحبه ثاني عشان يرجع. شوف ايش بك متوتر؟ والله احس شريف يا جماعه مو متوتر، اللي بعد التوتر عشان السياره يعني قريبه يعني ممكن تروح يكون لها مالك ثاني. جرب. طيب ايش المشكله يا ابوي؟ جرب. ايوه كويسه ما شاء الله. والله ما شاء الله كويسه. ايوه جميله. ابى ابيعها زي ما هي في حالتها يعني. يا ابوي انت ليش تحسبني؟ ليش تبغى تبيعها؟ ليش تحسبني حيوان داخل معك السياره؟ تراني بشري. ترى لسه ما شفنا يا اخواننا. ترى احنا حنروح صياخ فرع درايف ثرو، هناكل في السياره بس عشان تكونوا عارفين. احنا كلنا اكلنا في سياراتنا. فاكر الكريب؟ ايش بك الكريب المقرمش اللي اكلته في الديفندر. ايوه هذا الى الان في الصيانه الديفندر. قاعدين يلموا كريب مفتفت. اوريك يا شريف دحين ما اخلي لك السياره كلها رز جوه المكيف، رز حتشوف. لا حول ولا قوة. والله انه متعه حقيقه. ترى النادر هذه تيجي نحن نركب معاك في السياره. اسمع الحلقه الجايه نطلع المدينه بسياره شريف. والله لا لما نسوي زي مجرم جيمز من هنا لين لوس انجلوس بسيارتي. لا شيء منطقي، مدينه منطقيه. ريك بس من بدري من الساعه 6 الصباح. 6 الصباح. ايوه 3 ساعات رحت. بس موافق والله ما خلاص وجه كذا على الله زي عبد الرحمن ولا ايش؟ ايوه الصراحه. طبعا يا اخواننا اللي يسال عن شوايه الخليج اللي شريف قال لنا اول مكان حنروحه، لا خليها لا تشيل شيء. طبعا شريف فتح المطعم لسه ما فتح عندنا يعني. بعد ما وصلنا سوقنا يمكن اكثر من 25 دقيقه صح. بعدين وصلنا، بعدين في النهايه اخر حاجه ما فتح المطعم. لما فكينا في جوجل ماب مكتوب قريبا الافتتاح كذا بخط كبير. قال لي ما شفتها. قريتها انا دخلت المطعم. ورينا بس دقيقه بس ابغى اوريكم. شوف والله لو تقص دي اللقطه يا ويلك. شوف يا اخوان طالع انا بنظف. احكموا انتوا احكموا الكونتنت. ايش بالكونتنت؟ دحين انت بتنظف الكونتنت؟ لا يعني مكتوب ايش؟ الافتتاح قريبا شوايه الخليج. ضغط دايركت وحركنا عليه. ايش؟ فتح في الحمدانيه ويلا نجرب. قلت له طيب حطيت اللوكيشن على طول ورحت. قلت له هذا شوف يا اخي. قال لي فاتح هو وفي واحد قاعد ياكل. قلت له متاكد؟ اي حطه خالد والله قال كذا. طب احلف انت على طول حلف عندك الارجل. قول له انت حط عليه الكاميرا وقول له يحلف انه ما قال كذا. طيب الهرجه فيك انت ليش ما شفت الافتتاح قريبا؟ ترى طيب خط عريض مكتوبه. انا وثقت فيه. قلت له خلاص وانت فتحت شفت. مبسوطين مع بعض. اهم شيء اننا في اليارس. المهم اهم شيء انه هذه ما تاكلوا فيها يعني حد اقصى اكل في هذه السياره. ايوه لا خلاص ما بقول انه حسيت امير اداني وجهي اللي هاكل عباطه في السياره. ايوه بس اكمل ايش ارجع. كمل ليش ما حناكل؟ يغمش فرموزه تبغى عبده نجيب يغمش فرموزه. والله يا امير انا احس انه نجيب شيبسات والله جوي. كريب اليوم حالة كريب والله بعد ما خلص. احس يا اخي بروست KFC سطل كذا. سطل حلو والله. سطل كامل. ايوه عادي قرمش. خلاص كفايه والله انتظمت الشعارات. والله الشعارات ايوه في نجيب شيء مزيف. تندر فاتح هنا. ايوه
يا ابوي محلك وتقول تندى فاتح هنا مسوي مجنون ولا ايش؟ مو محلي يا ابوي. ايش مو محلك يا ابوي يا اخي؟ من تواضع لله يا رفع. محلي ولا سفري؟ الله يبارك لك يا ابوي عادي ترى. حبيبي يا امين يا حبيبي، يبارك للجميع يا رب. حبيبي احنا انا وعبد الرحمن ترى منافسين، يعني حبايب في اليوتيوب بنخافوا منافسين ترى. صح، كريسبر هو كريسبر صح؟ ايوه ما في غير بعته كريسبر بعته خلاص.